السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. صباح الورد والهنا والسعادة والشمس، وصباح الجو الجميل، الجو الحر بصراحة. عندنا كده فترة الجو كان جميل جدا جدا، ولحد الآن لسه الجو حلو. الحمد لله. الأيام اللي فاتت كان الجو حر، استغلت بقى الشمس كده إن أنا أبدأ أنظف في البيت. شايفين الورد؟ حبيت أصور لكم الورد بتاعي. ده من السنة اللي فاتت يا بنات، سبحان الله كان نشف جدا. وبعد كده بدأ كده يظهر كده على الربيع، لما بدأ بقى ندخل في الربيع بدأ كده يردد والورق بتاعه يطلع تاني زي ما انتوا شايفين. الزرعة دي انا كنت عاملاها بصراحة، كنت حابة ان انا افرع منها بس مش عارفة، هي زي ما هي كده ثابتة. فده شكل الورد بقى، ده من السنة اللي فاتت يا بنات. ما جبتش ورد السنة دي جديد. بصراحة جوزي قال لي بما ان احنا نازلين ممكن محدش يجي يسألك الزرع بتاعك ويموت منك، فبلاش بقى، بما انك نازلة تجيبي زرع جديد. فزرعت كزبرة خضراء جنب الورد. وبدأت هنا يا بنات، اول حاجة ان انا اعملها، طبعا انا بفرجكم على الزرع بتاعي جميل، وزرع كمان شبت هنا كزبرة. طبعا انا الجو بدأ حلو لما بدأ الجو كده يحرر، وجا ايام كتير ورا بعضها حر. بقى قعدت مع نفسي كده وفكرت اعمل ايه الاول في البيت، ففكرت ان انا اول حاجه هبدا فيها تنظيفات البيت، بما اني نازله اجازه محتاجه ان انا انضف البيت بتاعي كله قبل الاجازه، وكمان ان استعدادا للعيد واستعدادا للاجازه. فاول حاجه بدات بيها ان انا اغسل البطاطين بتاعتي وانضف الاوض وانضف البيت تنظيف عميق بقى. هشيل كل حاجه وهغسلها، وهشيل السراير وهشيل كل حاجه واكنس مكانها وارتب كل حاجه. احسن حاجه تبداي يعني تقعدي مع نفسك كده وتفكري قبل مثلا لو انت هتنزلي اجازه زي حالتي كده، بما اني مبسوطه الحمد لله ان انا اخيرا هنزل اجازه، بقالي 4 سنين ما نزلتش، اخيرا يعني الحمد لله هنزل اجازه. فكان عندي حاجات كتير لازم اعملها، واول حاجه مهمه عندي ان انا اسيب الشقه بتاعتي هنا تكون نظيفه ومترتبه وكل حاجه مغسوله، لان على ما ارجع الله اعلم بقى الجو هيكون حر هيكون كويس علشان ابدا اغسل او انضف، وترجعي على المدارس على طول، فما عندكيش وقت. فقلت لا، انا اعمل كل حاجه بتاعتي، بحب قبل ما امشي انزل اجازه اكون منظفه البيت بتاعي ومرتباه، على اني لما ارجع كل حاجه مترتبه وكل حاجه متنظفه. فقررت كده، قعدت بقى ايه الاول، عملت لي فنجان قهوه كده اشربه ونفوق ونصحصح، ونبدا بقى ندخل على الشغل بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بقى في الباقي يوم بتاعنا. انا دخلت على اوضه الولاد الاول يا بنات، شلت كل حاجه فيها. طبعا شايفين انا بوريكم هنا، انا بقالي فتره بصراحه ما كنتش بقى ايه، كنت بعمل تنظيف اللي هو اليومي، اللي هو السطحي، عارفين بقى تكنسي بس تمسحي الارضيه تنضفي كده من على الوش وخلاص. انما النهارده شلت بقى الستاير وشلت السجاد وهبيت الاوضه، لازم 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 لازم، وانت قاعده كده مع نفسك لو رفعت عينك في سقف الاوضه مهما تقولي ما فيش تراب هنا، لا بيكون فيه اصطف على الحيطان متكوم يا بنات، وده لو قعد فتره طويله بيديلك شكل مش حلو في الاخر للبيت. فانت من فتره للتانيه كده هاتي زعافه، هاتي مقشه، وابدأي زعافي الحيطان بتاعتك ونزلي كل الاصطف اللي عليها. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده في اوضه بنتي انا شلت بقى، انا عملت لها تنظيف عميق، بس الحاجات الدواخل بقى الدولاب والكومودينو ده والمكتب بتاعها، هي كان لسه ما خلصتش امتحانات. فلما تخلص ان شاء الله هي هتظبط المكتب، ولكن انا لما اجت من المدرسه خلتها فتحت كل الادراج بتاعتها، الدولاب ظبطته والكومودينو وكل حاجه بتاعتها ظبطتها. انا بدات هنا ان انا اشيل الفرش. انا كنت الاول بصراحه مش هشيل الستاير، لان الستاير انا كنت غسلها معاكم في الشتاء تقريبا، كان الجو جا كام يوم حلو كده وانا شلت الستاير غسلتها ونضفتها. بس قلت بقى بما ان الجو حلو، الجو الشمس لما بتكون طالعه الواحد بيتشجع بصراحه. الجو هنا سبحان الله لما يكون الجو في الخريف وضلمه والشجر كده ما فيش فيه ورق ولا الدنيا فيها حياه، تحس كده ما فيش فيها حياه، تحس باكتئاب مش عايزه تقوم من مكانك مش عايزه تعملي حاجه. انما الشمس تطلع والجو يبقى حلو كده تكون عايزه تشيل البيت جدران وتغسلها بالماء والصابون لو ينفع. طبعا انا دلوقتي شلت كل حاجه، وبدات الاول حاجه ان انا اعملها ان انا هعمل السجاده تنظيفا على الناشف. انا السجاد بتاع الغرف مش هغسله السنه دي يا بنات، بصراحه لقيته حلو جدا، وانا بقى مش هو مش متوسخ، فقلت بقى انا هعمله تنظيفه على الناشف، وبما ان انا كمان اخفف الضغط على نفسي الايام دي، لان بيكون ايام الاخرانيه في السنه بيكون في زحمه مواعيد وزحمه تشطيب حاجات كتير في البيت واستعدادا للاجازه، فبيكون عندك زحمه كتير. فالسجادة لقيته مش متوسخ خالص، فقلت هو بفرشة كده، وجبت ازازة فيها معطر غسل، المعطر بتاع الهدوم، وبرشة كده وبتديله فرشة بيرجع يزهزه معاكي تاني. شايفين شكلها تحفة، وريحتها كمان بقى من المعطر خطيرة. هطلعها في الشمس وتبقى زي الفل، لان هو مش بتبقع ولا متبهدل معايا، هو نضيفه زي الفل. انا شلت بتاع البلاستيكيه البيضه اللي تحت دي بصراحه هي اللي غسلتها، وغسلت كمان المشايه هوريها لكم دلوقتي، شلتها كمان غسلتها. انا جبت هنا بقى المقشه علشان ابدا ازعف الحيطان، زي ما قلت لكم يا بنات من وقت للتاني لازم تزعفي حيطان البيت وتشيلي كده تحركي العفش بتاعك من مكانه وتكنسي وراه.
انا بحرك العفش دايما، يعني انا ما بسيبش العفش بتاعي سنة على بعضها في مكانه. اه هو بيرجع في نفس المكان، ولكن لازم احركه واكنس تحتيه، ولكن بتلاقي كل مرة يا بنات اسطف كتير جدا ورا الحاجة. فانا هنا شلت الستاير غسلتها، وهبدأ بقى ان انا امسح الشباك او اغسله، هديله غسله، هجيب له ميه وصابون واغسله، بس طبعا بخاف علشان الخشب، فخلي بالكم يعني اللي عنده خشب زي حالاتي كده. وجبت المقشه، شلت كل اي عنكبوت بره على الحيطه جنب الباب، وجبت هنا ميه بصابون وبدات ان انا اغسل. على فكره انا كنت يا دوب على ما بغسل نص الشباك من الحراره كان بينشف، فكنت بعمل كمان بسرعه على ان انشف الحاجه قبل ما الصابون يلزق عليها. جبت بقى ميه وصابون وغسلت الشبابيك كلها، و آه كمان الشباك الازاز من بره ومن جوه لمعته صراحه، تبصي كده من خلال الازاز وهو نظيف تحفه. جبت بقى هنا المساح وبدات اشد الميه كده زي ما انتم شايفين. دي العمله دي يا بنات بتريحك جدا، ومبقاش فيها بقع ميه على الشباك. وكمان لما تجيبي فوطه بعد كده، تجيبي بقى فوطه وتبداي انك تنشفي بس مطرح النقط البسيطه اللي لسه على الازاز. خلاص كده الازاز بتاعك يلمع ويبقى زي الفل، ولا محتاجه بقى منظف ازاز ولا محتاجه اي حاجه، هو كده بقى حلو جدا. واحلى حاجه ان الشباك الاتنين الضرفتين بيتفتحوا، فتعرفي تنضفي من بره ومن جوه براحتك. وشلت هنا الدولاب زي ما انتم شايفين يا بنات، وكنست بقى، وكمان على العفش من ورا بيكون، ومن فوق الدولاب من فوق كان عليه صطف كتير. وهنا طلعت السجادة كده بره تتهوى، وشديت كل حاجة مكانها، وجبت بقى المية والصابون ومسحت. هنا طبعا دي الدبابيس بتاعت الستارة. ودي شكل الأوضة بعد. أنا هسيبها بقى زي ما هي كده، هاخد المشاية دي أغسلها معايا هناك في الدش. هي دي المشاية بصراحة اللي غسلتها، وغسلت كمان القطعة البيضاء اللي بتكون تحت الستارة، السجادة اللي بتمسك لي. مش عارفة الستارة ملزقة معايا ليه، تحت السجادة. وطلعت الغطا الصيفي بتاع الولاد بقى هطلعه لهم. طلعته شمسته كده، وكمان المخدات بتاعتهم. اجا بقى وقت الفطار، كنت حسيت بقى ان انا كده ايه هبطت، وحاسه ان انا جعت. فعملت فطار بيض وعسل ومش وجبنه بيضه وطماطم وخيار وشاي وسميت وجبنه. طبعا انا والدودو، انا وادم اللي كنا في البيت احنا الاثنين، فهنفطر مع بعض. فقلت له تعالى ايه رايك بقى نعمل الفطار ونقعد على في البلكونه. اتبسط جدا بصراحه. والصندوق ده كان عندي، وانا جوزي بصراحه رماه، سألت عليه. كان حلو فكره حلوه جدا كده، الترابيزه صغيره تقعدي تفطري عليها في البلكونه، لان البلكونه عندي صغيره جدا ما بتاخدش ان انت تفردي ترابيزه كبيره فيها. كده انا قبل الفطار عملت اوضه بنتي خلصتها، وبعد الفطار دخلت على اوضه الولاد. برضو عملت فيها نفس العمله يا بنات اللي انا عملتها في الاوضه، بس الدولاب بصراحه بتاعهم ما حركتوش، انا كنت محركاه من فتره قريبه، لان متعب، هو تقيل فمتعب في التحريك بتاعه. لكن السرير شلت السرير. المكتب ده بيتشال اقول لكم كل اسبوع، وبتكنس مكانه تقريبا يعني، فمش محتاج ان هو يتحرك، لان الاوضه دي اكتر اوضه بتتحرك من مكانها، وبتنضف على طول تحتها. مش عارفه، بحس ان هي يمكن اوضه بنتي علشان على الشباك، في الشمس على طول، انما الاوضه دي بحس ان هي فيها شباك وتدخل الشمس بتدخلها وكل حاجة، ولكن بحسها شوية كده، او يمكن عشان فردين موجودين فيها، مش عارفة، بحس ان هي عايزة تنضيف على طول على طول، وكل شوية احرك العفش اللي فيها. هنا بقى في الدش جبت هنا المشايات، هغسلهم بقى بالمية، واي بقى مسحوق عندك، مسحوق اطباق، مسحوق هدوم، اي حاجة تدي ريحة حلوة. وجبت ادم كمان هو اللي هيغسل لي بقى المشايات، قلت له تعالى كده استغله هو كمان يعني، قلت له تعالى ساعد ماما. ويا سلام بقى بصيت الولاد بانك تخليهم يشاركوك بقى، وبالذات في حاجه فيها ميه وصابون، اديلهم بقى وانسي بقى. هنا هو قاعد يغسل معايا شويه وانا كملت. ده شكل الاوضه خلاص بعد ما انا بدات افرشها. طبعا لسه الستاير الكبيره كنت لسه معلقتهاش. وهنا السرير ظبطته كده. يا سلام يا بنات على النظافه بجد، انا كل ما ادخل الاوضه بجد كام يوم بعد تنظيف، لان انا منضفه من كام يوم، لسه ريحه المعطر فيها، ريحه المعطر بتاع الستاير وبتاع الفرش وبتاع السجاده. كل ما ادخلها كده احس اشم ريحه المعطر، اقول يا سلام على ريحه النظافه، بجد بتفرق في النفسيه وبتفرق. يا البيت بتاعك لما تقعدي كده تلاقي الستاير بتاعتك بيضه شكلها حلو، مش عليها صطف، ريحتها حلوه. التراب ده بيعمل ريحه يا بنات مش حلوه خالص للستاير بتاعتك وللعفش وللفرش يعني. اصعب حاجه عندي يعني اكتر حاجه ما بحبهاش هي تركيب الستاير في المشابك بتاعه الستاير، وبالذات الستاره دي لان المشابك بتاعتها صغيره جدا. وانا في اليوم ده كل الغرف بتاعه النوم بتاعتنا انا نظفتها، فكل الستاير بتاعتها شلتها، وشلت الستاير بتاعتها كلها. فعارفين بقى ركبت كام ستاره النهارده وركبت كام مشبك ومختلفين، يعني كل ستاره عندي في البيت لها مشبك شكل.
مفيش اتنين شبه بعض في المشابك. فدي كانت بتاعة الولاد عملتها. وكمان كان بما ان الشمس عندي بتفضل للساعة 10، كان لسه وقت بدري كتير عن المغرب، قمت كمان نظفت الأوضة بتاعتي وشلت الستار بتاعتها. نظفت الأوض الثلاث غرف في اليوم ده، وكنست تحت السرير وغيرت الفرش وحركت الدولاب من مكانه، ونظفت البيت تنظيف عميق في اليوم ده، الغرف كلها. الصالة ان شاء الله بإذن الله الفيديو الجاي هننظف الصالة مع بعض بقى، وشلنا كل حاجة كمان وغسلناها. شايفين يا بنات بجد النظافة بتفرق، كل حاجة كده بتتغسل يا سلام، تخش الأوضة تشم ريحة المعطر وريحة النظافة فيها يا سلام. طبعا كنت شلت المكت اللي كانت هنا تحت المكتب بتاع الولاد علشان اغسلها، بس رجعتها تاني لان هما لسه ما خلصوش امتحانات، فطبعا هيفضلوا يقعدوا على المكتب، فرجعت لهم السجادة تاني اللي هي تحت المكتب. بس كده الأوضة بتاعتنا نطفت، وكل حاجة اتشالت واتغسلت واتمسحت، ومسحت الأبواب بتاعة الغرف ونضفت كل حاجة، بقت زي الفل. هنا بقى ده تاني يوم يا بنات، لان لما بنتي اجت من بره كانت شغاله في الاوضه بتاعتها، ما عرفتش اصورها بقى في الشكل النهائي. فانا جبت هنا البطاطين تاني يوم شمستها علشان عينها كانت سخنه. بقى احلى حاجه انك تغسلي الحاجه بتاعتك وتنشف كويس جدا، دي احلى حاجه، وبتبقي كده مرتاحه من الحاجه اتغسلت ونشفت كويس. وده شكل الاوضه. طبعا حطيت فرش كده مؤقتا، ان شاء الله نغيره على العيد باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وهي بقى سبتها رتبت بقى كل الحاجات دي، انا خرجتهم بره، ولما هي اجت نضفت الحاجات بتاعتها ورجعتها في اماكنها، ورتبت الدولاب والمكتب، وربنا معاهم يا رب ان شاء الله. بس شايفين السجاده هنا لما اتغسلت بقى شكلها تحفه، بجد شكلها بقى حلو جدا، الالوان رجعت زهزهت كده. ودي السجاده يا بنات ما غسلتهاش، عملت لها تنظيف على الناشف كده بمعطر هدوم، شويه معطر كده في الازازه، وبتغسليها بكده بالفرشه، الصوف اللي فيها بيخرج. وده الغسيل، طبعا كل يوم لازم غسيل بما ان الجو حلو، نستغل الشمس بقى والواحد يغسل كل يوم. اي بتدوري كده على اي حاجه في البيت تاخديها تغسلها بما ان الجو حلو. بس كده، اشوفكم ان شاء الله بخير وعلى خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في رعايه الله.